بيبدأ فيلمنا بأمل اللي هو شخصية مرحة وموهوبة جدا في الرسم وعايش مع عيلته السعيدة مامته وأخته فيزا. وفي مرة بيستعد عشان ينام لكن أصحابه بيندهوله وبينزل عشان يشوفهم وبيعرفوه إن في مجرمين تهجموا على البلدة وحرقوا بيوتهم وهم رايحين يدافعوا لهم لأنهم ما ينفعش يسكتوا على حاجة زي كده. وبياخدوه معاهم والوضع بيسيء جدا وبيفضلوا يقتلوا أصحابه ومش بيكون عارف يعمل ايه، ومامته وأخته بيشوفوه وبيفضلوا يصرخوا عليه كتير جدا وبيبقوا خايفين عليه جدا، مش بيكونوا عارفين يعملوا ايه وبيقولوا له اهرب، وامان فعلا بيهرب. وبعد 6 سنين من غياب امان مامته بتروح قسم الشرطة تقريبا كل اسبوع عشان تقدر تلاقيه، والمفوضة بتعرفها ان في 160 مفقودين منهم مسلمين وهندوسيين ملقناش ليهم اي اثر، وامان كان من ضمنهم. ومامة امان بتبقى متأكدة دايما انه عايش وهيرجع، وفيزا بتتخرج وبتبقى فرحانة جدا، وجو البيت دايما بيكون متوتر بسبب غياب امان. وفي واحد دايما بيبعت ورود لفيزا لكنها مش بتهتمله ابدا. وبعدين فيزا بتجهز عشان تقدم على وظيفة، وفي طريقها بتقابل صاحب الورود، بنعرف ان هو بيحبها جدا لكنها مش مهتماله، وبيسألها رايحة فين وبتقوله ان هي رايحة تقدم على وظيفة، وبيقترح عليها ان هي تيجي شركة باباه لكنها بترفض وبتكون عايزة تعتمد على نفسها. بتروح عشان تقدم على وظيفة وبتكون واقفة في طابور كبير جدا، وبعد ما بيعدي كذا ساعة بيقولوا ان عدد الموظفين اكتمل. وفي طريقها وهي راجعة البيت بتشوف امان، بتنزل فورا بسرعة لكنها مش بتلاقيه، وبتقول لمامتها اللي حصل معاها وان لازم تدور عليه وتتخلص من العذاب اللي هم عايشين فيه ده. بتطلب منها ان هي تديلها المجوهرات بتاعتها عشان تبيعها وفلوسها تقدر تساعدها وهي بتدور عليه. بترفض في البداية لان ده كل اللي معاها دلوقتي، لكن فيزا بتقولها ان هي مش هتبيعها وهتراهن عليها بس. فعلا فيزا بتاخد المجوهرات وبتروح عند السايغ وبيديلها الفلوس، وبتاخد الفلوس دي وبتروح للضابط براكا اللي هيقدر يقولها معلومات عن اخوها واللي حصل معاه في اخر ليلة ليه قبل 6 سنين. وبيقول لها ان المجرمين وقتها حرقوا كل الموجودين واخوها كان منهم، وهي بتتعصب لانه ما عملش اي حاجة وقتها وانقذهم. وبتمشي وبتحكي لمامتها اللي حصل، ومامتها بتفضل تعيط وهي حزينة جدا، لكن فيزا مش بتكون مصدقة اللي سمعته، وبتروح للعم اللي هو خاض نفس تجربتها وبيعرفها ان المجرمين وقتها حرقوا شوية من المسلمين وشوية خطفوهم، وكان ابنه وامان من ضمنهم. وبعدين فيزا بتكتب قصة أمان وبتعرضها في الجريدة تتنشر بين الصحف والإعلام، وكبراء البلد بيتكلموا عنها. وبنرجع لمامة أمان وهي قاعدة مع ألفت وبيتكلموا بخصوص جواز شاهيناز، وبيكونوا زعلانين جدا لأن شاهيناز دي كان أمان بيحبها جدا، مفيش حاجة في إيديهم يعملوها. بتتجوز شاهيناز وبيحضروا فرحها، وشاهيناز بتعتذر من فيزا لأنها مش هتقدر تستنى أمان أكتر من كده، وفيزا بتقول لها ولا يهمك هو اللي خسر. وبيبقى من الضيوف السيد صعب، زعيم سياسي مهم جدا، يطلب فيزا انها تقابله وبيحاول يبعدها عن طريقها لانها بتثير الجدل، وبيفهمها ان لازم نسكت حفاظا على السلام، لكن وجهة نظره بتكون غلط جدا بالنسبة لفيزا اللي شايفة ان السلام هيعم لو كل واحد عارف حدوده كويس، وبتسيبه وبتمشي. اللي معجب بيها بيستمر في ارسال الورود ليها على طول، وبتروح وبتقابله وبيطلب انه يشوف صورة امان لانه ممكن يقدر يساعدها، وبيلاحظوا ان ممكن يكون في جماعة ارهابية، وبيوريها صورة من الانترنت وبيبقى في شبه كبير ما بين الصورة وما بين صورة امان، وبيقول لها ان الجماعة الارهابية دي موجودة في المنطقة الحدودية، وبتقرر ان هي تروح، فبيقترح انه يروح معاها عشان ما تبقاش لوحدها، وبترفض وبتكون عايزة تروح هناك لوحدها. وفعلا بتروح وبتفضل تدور عليه كتير جدا لحد ما بتيأس وبتقرر ان هي توقف البحث عنه، وفي نفس الوقت بتلاقيه وبتكون مش مصدقة وبتحضنه وبتتفاجئ من اللي هو بقى فيه دلوقتي. تسأله ليه بقى كده، وبيحكي لها اللي حصل معاه، وان بعد ما اصحابه ماتوا في طريقه لما جري لقى ان في شخص بيضرب أسرة كاملة جامد جدا، وبيتدخل امان عشان ينقذهم وبيقتله. وبيلاقي بنت صغيرة تعبانة جدا محتاجة مية وخلاص هتموت، وبيروح عشان يجيب لها مية فبيلاقيها ماتت، فبيروحوا له الناس وبيتهموه ان هو اللي موتها، فبيقتل 2 كمان وبيهرب. وفي طريقه وهو بيجري بيقابل زعيم الجماعة مراد خان، ومن ساعتها وهو بيشتغل معاه وبيحاول يقنع فيزا انهم صح. فيزا بتقوله هترجع معايا، فبيعرضها لكنها بتجبره على ده، وبيرجع معاها البيت وبتشوفه مامته مش بتكون متصدقة ابدا وبتكون فرحانة، وبيحتفلوا برجوعه. وفيزا بتكون قاعدة مع صاحبتها وبتحاول تفهمها صاحبتها ان لازم يكون موجود حد معاها بيحبها عشان يقدر يدعمها، وبتحاول فيزا تقرب لأنوريد وتقابله، وأمان بيشوفها معاه وبيسألها مين ده، وبتقوله انه صديقها أنوريد كان واقف جنبها دايما في غياب. وبيروح أمان لأنوريد وبيعرفه ان هو بيحبها جدا، وبيقوله وعدني انك هتخلي بالك من فيزا وانك دايما هتخليها مبسوطة وسعيدة، انك تدعمها دايما ومامتهم كمان. وبيوعده فعلا، وأمان دايما بيكون ساكت وحزين، ومامته بتحاول دايما تكون جنبه،
وبيكون في مجموعة اشخاص واقفين، والشخص ده بيفضل يضحكهم وبيقول ان الضحك مفيد جدا. وامان بيكون في طريقه مع مامته وبتقول ان هو يروح ويحاول يغير موده شوية، وبيجي شخصين وبيفضلوا يضربوه وهو ملوش اي ذنب، فبيتدخل عشان يدافع عنه وبيفضل يضربهم جامد جدا، وبيهددوه ان هم يبلغوا عنه لانه ارتكب جرائم وهرب. وبيقابل شاهناز في الصدفة وهو في المستشفى مع زوجها، وبيعرف ان هي اتجوزت وبيطلب منها ان هي تسامحه وبيمشي. وبيفضل يفكر ان ملوش قيمة في الحياة خالص، حبيبته اتجوزت وملوش مركز، لو في مرة حب يدور على اي شغل حتى لو بسيط محدش هيقبل بيه، وانه كمان مكسوف من نفسه لانه بقى عبء على امه واخته. وبيرجع لمراد خان وبيوعد ان هو مش هيسيب الجماعة تاني ابدا وان دي اخر مرة. بيتعصب منه جدا مراد خان في الاول، لكن بعدين بيوافق على رجوعه وبيديله سلاحه وفلوس كمان. وفيزا بتقترح على امان انه يكمل دراسته، هو بيحاول يفهمها انه مش عاطل وانه عنده حياته وشغله، وهي بتقوله مستحيل اسمح لك انك ترجع لهم مرة تانية. بيديلها المجوهرات بتاعت مامتها اللي كانت مراهنة عليهم ذكرياتها ولازم تفضل معاها، وبيبقوا مع بعض سعداء بيغنوا وبيرقصوا. وبتيجي الحكومة فجأة عشان تقبض على أمان، لأن الشخصين اللي ضربهم بلغوا عنه إنه بيضايقوا فيزا ومامته، وأمان بيتعصب جدا فبيقتلهم، ومامته بتصدم فيه جدا لما بيمسك السلاح وبيعمل كده وبيهرب، ووالدته بتصدم فيه جدا لأنه بقى مجرم ومش بتقدر تستحمل الصدمة وبتنتحر. وفيزا بتزعل وبتحزن جدا على موت والدتها، وأمان بيزعل جدا وبيحاول يودع مامته للمرة الأخيرة، والضابط بيحاول يمسكه لكنه بيهرب. وأمان بيودع فيزا قبل ما يمشي، والسيد صعب بيستعد لحملة انتخابية كبيرة جدا. خان بيكون عايز يتخلص من السياسي ده وبيفكر في أمان لأنه هو عنده شغف كبير جدا وهو اللي هيقدر ينفذ المهمة دي، وبتكون دي عملية خطيرة جدا، وهو بيوافق وبيفضل يتدرب للعملية. وفيزا بتعرف من شاهناز إن أمان موجود جنب معبد سوراي، وفيزا بتسألها ليه موقفتهوش، لكن شاهناز ما قدرتش وقتها لأن زوجها كان معاها. وأثناء الحملة الانتخابية أمان بيقتل السيد صعب، وأفراد الجماعة بيعرفوا مراد خان إن العملية تمت وأمان خلاص بيكون راجع معاهم، لكنهم بيرفعوا عليه سلاح وبيعرف إنه ينفذ منهم، وهنا بيعرف إن هم عايزين يتخلصوا منه. وأمان بيضرب عليهم نار، وفيزا بتشوفه وهو بيجري وبتفضل تندع عليه وبتحاول تلحقه، وبيكون مستخبي وأخته بتفضل تدور عليه لحد ما بيظهر قدامها، تترجاه إنه يسيب السلاح اللي في إيديه وهو بيرفض، وبتحاول تفهمه إن اللي بيعمله ده مش حل وأكيد هياخد حقه، لكن مش بطريقته دي. وبيقول لها حق ايه اللي انت بتتكلمي عنه، واللي حصل معايا من 6 سنين ده كان حق، وان كل اللي في ايديهم السلطة بيستغلونا عشان نتقاتل عشان يحافظوا على عرشهم. وبيقول انه بريء. والحكومة بتوصل المكان وبيقول لها امشي، وهي بترفض سلاحه لكنه بيرفض، وبيقول لها اديهولك بس بشرط انك تقتليه. يطلب منها موت محترم وانه مشتاق جدا لمامته ونفسه يروح لها، وبيفضل يترجاها انها تموته لان الموت على ايديها هيكون موت شريف بالنسبه له، وبيديلها السلاح وبيفضل يترجاها قبل ما حد من اللي بيطارده يوصل، وفعلا بتقتله، وبكده بينتهي الفيلم.